يا ابني ريحتك بدات تهاجمنا، استحمى، ده احنا محتاجين نبلغ الدفاع المدني. تخيل ان زمان في اوروبا كانوا بيشوفوا ان الاستحمام ده خطر على الصحه. ايوه، كانوا فاكرين ان المياه السخنه بتفتح المسام وبتدخل لهم الامراض، خصوصا بقى الطاعون اللي كان ماشي وقتها، حاجه زي كورونا كده بس بريحه. كانت الشوارع ريحتها صعبه جدا والناس ريحتهم اصعب، حتى الملوك نفسهم كانوا بيستحموا مرتين ثلاثه في العمر كله. ويقول لك هي دي شياكه اوروبا، المياه كانت نادره والصرف الصحي كان ميت، فقال لك بقى نرش بدل ما نغسل. يلبسوا اللبس فوق اللبس وشويه بودره على زيوت وبرفان يشيل الريحه حتى لو مؤقته. ومن هنا جت الفكره الجهنميه وبدات قصه العطور في اوروبا كحل. طب ليه؟ علشان يغطوا على الكوارث الشخصيه اللي ماشيه وسط الناس. ولكن المفاجاه الكبيره بقى ان العطور مش اختراع اوروبي اصلا، احنا كمصريين اخترعنا العطور من الاف السنين. المصريين القدماء كانوا بيستخدموا العطور والزيوت في المناسبات، وحتى كمان استخدموها في التحنيط والحياه اليوميه. يعني باختصار اوروبا اخترعت العطر عشان تغطي على الريحه، واحنا اخترعناه عشان نعيش في الفخامه. ومن كتر بقى ما اوروبا استخدموا البرفان عشان يسيطروا على الريحه الصعبه دي، البلد اتقلبت 180 درجه، وبدل ما كانت عاديه عشان يغطي بيها الكوارث بقت رمز للاناقه والرقي. تفتكر ايه البلد اللي كانت ريحتها زمان تقلب المعده ودلوقتي بقت رمز الشياكه وعاصمه العطور؟ اكتب اسمها في الكومنتات ومنشن بقى صاحبك اللي فاكر رشه البرفيوم تغني عن الدش.